السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناة وانضم لعيلتنا الأهلاوية واضرب اللايك التمام للفيديو ونخش في الموضوع على طول. بعد غياب تقريبا شهرين من يوم 6 أكتوبر ما كانش جاي للنفس إن أنا أفتح التليفون وأقدر أصور أي فيديو أو أتكلم في أي حاجة، لأن النفسية بسبب الأحداث اللي كانت بتحصل كانت تحت الأرض. اول حاجه وبعيد عن الكوره النهارده، انا مش لاقي كلام اقوله ولا كلام ولا مشاعر اقدر اوصفها في عظمه الصورتين دول او الكام صوره دول. تخيل انك انت تدخل ارضهم وتديهم على عينيهم وتدعم القضيه الفلسطينيه اللي هم نسيوها اصلا وانكروها في قلب ملاعبهم. كم انت عظيم يا اهلي، وما ننساش ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبتهم وينصر رايه الحق. لا تستفز الاهلي، استفزهم فرأوا جحيم الاهلي في عقل دارهم. تاني حاجه معانا وهي ارقام تاريخيه للاهلي وفضيحه تاريخيه لاتحاد جده في عقل داره. واخر حاجه معانا وهي اللي هنبدا بيها رد الرجال على الاستاذ وليد الفراج. قبل ما نبدا بالرد على الاستاذ وليد الفراج، في كام مقطع كده هتتفرجوا عليهم. شوف الجمهور كان بيستهزئ ازاي بالاهلي وبجمهور الاهلي وبعظمه وتاريخ النادي الاهلي. يا جماعه الكوره ما فيهاش استهزاء، الكوره بتعرف المنافسه الشرسه والمنافسه في ارض الملعب بين 11 راجل و11 راجل. مفيش حاجه اسمها انت تاريخ او انا تاريخ وانت فلوس او انا اعلى منك او انا اقل منك. يا ما شفنا فرق كبيره واحرجتها فرق صغيره، وشفنا فرق داخله الماتش بتستهزأ بالفريق اللي قدامها واتغلبت منها وخدت على عينيها واتعلمت الدرس. انت ما اتعلمتش الدرس. نتفرج على الكام فيديو دول ونرجع نكمل. اول شيء احنا خلاص ضامنين النهايه، هات السيتي. انا ماني خايف من احد. يعني تحدثت الحين على طول النهائي. انا في النهايه انا سيدا هات السيتي، نبغى السيتي احنا على طول. انا الحين قاعد اتخيل حجازي يرفع البطوله هنا. الله، حجازي بيشيلها هنا قدامهم. كاس العالم، كاس العالم في الجيب ابوي، بطوله سهله قدامكم بعد المباراه هذه. فريق صعب الاهلي المصري. مين الاهلي المصري؟ مين الاهلي؟ الاهلي المصري ما اعرفه. ابو تريكه ما اعرفه. اعطيني. يعرفونه زين، هم يعرفونه. وينه؟ انا ابغاه، تعال انا ابغاه. الاهلي المصري انا ابغاه باذن الله. باذن الله هنا خليه عبره لكل الناس انه الاتحاد اكبر نادي في الدوري السعودي، وكلهم يشهدوا والكل عارف، وهذا جمهورك يا اتحاد. يعني حتعدي باذن الله بإذن. طبعا بعد ما اتفرجنا على الفيديوهات دي هنشوف رد الاستاذ وليد الفراج او الاستاذ وليد الفراج قال ايه برضو قبل الماتش علشان يستفز جمهور الاهلي ويستفز لعيبه الاهلي ويطلع من جواهم الشخصيه اللي ما كانش انت المفروض انك انت لو راجل فاهم كوره قوي تقدر تتكلم عن جمهور الاهلي وعن لعيبه الاهلي بالشكل ده، لان هم لما بيزعلوا بيعملوا فيك كده. هارد لك قدام الاهلي المصري. حتى بعض الاحبه من جمهور نادي الاهلي المصري ولهم تقديرهم ومحبتنا لهم، كل ما تكلموا يقول لك احنا فزنا على الهلال. ايوه مالي شغل فيك، انت لعبنا. يعني نتكلم اليوم عن الاتحاد. الاتحاد مسوي بصمه وين ما تشوف الاتحاد. بعض جمهور الاتحاد يقول يا اخي لا تسخنهم علينا اذا ما قدرت تفوز على الهلال المصري. يعني مع احترامنا وتقديرنا، ما في شك ان الانديه السعوديه هي العنوان الرئيسي لكره القدم العربيه الحين ولا نقاش. بيجي واحد يقول لي التاريخ والجغرافيا والهندسه والجبر والرياضيات هذه موجوده. لا يعني ما حد معترض على التاريخ. نحن لسنا الان في متحف كره القدم العربيه، نتكلم على واقع كره القدم العربيه. اذا الانديه السعوديه في كل المحافل القاريه والدوليه ما قدرت تكون جرافه. ده الوحيد اللي كان عارف او كان حاسس ان الاهلي هيجيله في عقل داره او هيجيله في قلب ارضه وهيديله على عينيه، وكان معشم حتى. يعني كل اللي اتكلموا قبل كده قال لك ده احنا لو قابلنا السيتي هنكسب والبطوله بتاعتنا وحجازي بيرفع الكاس ومش عارف وبنزيما بيعمل ايه. ده الوحيد اللي كان عارف ان الاهلي تقريبا هيديله على عينيه، وهو حتى لو كسب الاهلي كان عارف ان السيتي برضه هيشمعها له وهياخد الثاني. ده بيفهم كوره. وبعدها تروح لمين؟ روح الاهلي المصري. ليش تضحك؟ خوف والله. تخاف من الاهلي المصري؟ المصريين يا عم. انت خايف من جمهورهم ولا من الفريق؟ جمهورهم وفريقهم وكل حاجه. اي بس على ارضك. على ارضي والله يلعبون لعب لو ما ادري وين. صار يا ما يبغى كلام. طيب كم توقع؟ الاهلي المصري؟ ايه والله ان شاء الله 2-1 لو تمشي معانا. حلو ان شاء الله. تروح بعدها اذا مشيت تروح لمين؟ اذا مشيت تروح فريق الشياب ذاك. مين هو؟ 34 37 اعمارهم. حلو على طول دي نخلصها ما يحتاج. انت ما انت خايف منهم يعني؟ بعدين السيتي. حلو
نخسر على ثاني العالم. طيب بالنسبه للاستاذ وليد الفراج اللي كان بيولول قبل الماتش، وقلتها قبل كده، انتوا ممكن يكون معاكم فلوس كتير تعمل بيها كل حاجه، بس ما تقدرش تجيب بيها رجاله ممكن تعتمد عليها او تقدر تعتمد عليها. على ذكر الاستاذ وليد الفراج، وقف كاتب التاريخ بعد الماتش ده يدخن سيجاره الفاخر بكل استهزاء ويكتب اخر سطر: فيما تبقى من كرامته المبعثره بعد ان بعثرها كبير العرب وسيد افريقيا وسيد يعني انا يعني الاهلي مش ممكن، الاهلي ممكن يكون وحش او سيء الفتره اللي فاتت دي، بس انت ما تستفزوش. انت لما تستفزه هو هيوريك عين انت ما شفتهاش قبل كده، وكان قبل كده ولسان حاله يقول: الم تتعلم من سابقيك؟ ما شفتش الهلال حصل فيه ايه في كاس العالم؟ بغض النظر تقول لي بقى اصل مطرود منه واحد، مطرود منه اتنين، مطرود منه تلاته، اديك النهارده بتلعب معاك 3/4 نجوم العالم وناس لسه في رجلها في ارض الملعب. انت مش جايب ناس معتزله او جايب ناس في اخر سنين عمرها، لا ده انت عمال تغني واحنا الدوري واحنا. التاريخ لا يكتب بالاموال، التاريخ يكتب بالعرق والجهد والكفاح، التاريخ لا يكتب بالاستهزاء باي خصم والتقليل منه. وفي النهايه ايها الساده، انتهى الدرس، النسر افترس النمر واذل انصاره ومشجعيه. بالنسبه للاهلي النهارده والعظمه اللي كان بيقدمها الاهلي النهارده، اول مره من اخر ماتش اللي هو ماتش الوداد بتاع نهائي افريقيا اللي اتفرجت عليه، الاهلي كان بيلعب كويس جدا، كان له عنده طريقه في ارض الملعب، مش بيلعب ارتجالي، مش بيلعب عشوائي، مش بيعتمد على واحد زي بيرسي تاو ان هو يطلع يعمل كوره يخلصها كهربا بالصدفه، واحد زي حسين الشحات بالفري ستايل اللي بيحب يلعبه يروح يخلص كوره. لا، كان في النهارده رجوله. في فرق بين انك انت تبقى عايز تنزل تطبق التكتيك بتاع المدرب بتاعك او كولر لما يطلب منك حاجه وانك مش قادر تعمله، وانك تبقى راجل. لعيبه الاهلي النهارده كانت رجاله وقدرت تطبق اللي كولر طلبه منها النهارده. يعني بصراحه الماتش النهارده من الماتشات اللي هي الايه اللي تريح عينك وانت بتتفرج على الاهلي. لا، لعيبه رجاله بمعنى كلمه رجاله. فشابوه النهارده لكل لعيبه الاهلي ما عدا العاق موديست، والحمد لله يعتبر رسميا مش هيلعب معانا الماتش الجاي ده. لو كسبنا او لو لعبنا مش فارقه، المهم ان الحمد لله ربنا ريحنا وموديست. وهو كده بعد ما خد الطرد قال لك: مش الحمد لله، انا كده ما كنتش قادر اجري النهارده. بعد كده العم كولر، عم كولر الحمد لله على السلامه وبعوده الثلاثيات تاني يا عم الحاج. الحمد لله ان هو رجع تاني. وكولر بيحب، يعني كولر بيعرف يلعب في الماتشات الكبيره كويس. الاهلي مميز في ان هو بيحب يلعب الماتشات الكبيره، وبالاخص لو انت شحنته. انت السبب في الشخصيه اللي ظهر عليها النادي الاهلي النهارده. انت اللي سببت وجود الاهلي بالصوره دي او بالمنظر ده، وهو اللي يعني انت السبب في اللي هو عمله فيك. فكولر الحمد لله على السلامه، رجوع الثلاثيات تاني. كهربا النهارده صنع الاهداف الثلاثه، لكن كهربا مصمم يخرجك عن المله. انت جالك 3 كور قدام الجون تقدر تخلص بيهم الجون، ما تخلص يعني. حتى لو انت صنعت كويس وممتاز، وكهربا يعني لو بيلعب برجل واحده احسن من 10 زي موديست واحسن من 10 زي صلاح محسن، فكهربا ما فيش غنى عنه، لكن ما تزودهاش. بالنسبه النهارده لمروان عطيه، فهو يعني بصراحه الحمد لله على السلامه، من يوم ما والده توفى هو ما لعبش الاداء ده. مروان عطيه انا شايف ان هو كان بقاله اكتر من 10 ماتشات كان ما بيقدرش يجري حتى مع المنافس لما بيجي يعديه من نص الملعب، كان بيشده وبياخد انذار. فبيضطر كولر في الشوط الثاني انه يطلعه، ينزل ديانج، ينزل امام عاشور، ينزل الكوكا، ينزل اي حد مكانه، وتركيزه كان يعني يعتبر 20%. النهارده مروان عطيه واخد نجم الماتش. يعني بالنسبه بقى لمعلول، هو ده معلول اللي احنا نعرفه. ولما اتسال بعد الماتش قالوا له: تقدر تقول ايه عن اللي حصل والكلام واللي اتقال والكلام من ده كله؟ قال لك: الرد بيكون في الملعب، رد الرجاله بيكون في الملعب. وهو ده معلول اللي احنا عايزينه يكمل مع الاهلي. بلاش انت النهارده انا حسيت انك انت مش عندك ال 33 او ال 32 سنه اللي انا بشوفك فيها في الدوري المصري او اللي انا بشوفك فيها في اخر 10 ماتشات. شابوه مليون شابوه النهارده لاحمد نبيل كوكا، بصراحه لعيب عالمي وبمليون راجل. اللعيب ده انا كنت مراهن النهارده ان هو يلعب مكان ديانج، هو احسن من ديانج. هو في الضغط في دلوقتي في مصر هو احسن واحد يقدر يضغط الكوره، اكتر واحد يقدر يعمل لك ثرو في قلب العمق. مروان عطيه ما يقدرش يعملها. يعني هو جامع بين مروان عطيه وامام عاشور، ولكن امام عاشور مميز يعني ايه بالانطلاقات الهجوميه اكتر من كوكا. كوكا ما عندوش الكلام من ده، لكن يقدر يطلع لك كوره تروح بيها انفراد للجون. وكوكا النهارده ومروان عطيه بصراحه الاثنين كان في تنافس بين خط نص الاتحاد جده. يا جماعه اتحاد جده يعني انت بتتكلم في لعيبه الهجوم بتاعهم بنزيما وكانتي وجوتا ورومارينيو فابينيو وكورنادو. انت بتتكلم في لعيبه بغض النظر، يعني الراجل عنده 9 محترفين بغض النظر عن كده.
لا النهارده الحكم كان في نص الملعب، اللي هيسيطر على نص الملعب هو اللي هيقدر ياخد تفاصيل الماتش لبر الامان. والاهلي النهارده استطاع ان هو يقدر يوصل لبر الامان. بغض النظر انا ما كانش فارق معايا النتيجه بتاعه الماتش، انا كنت بتكلم انا عايز افرض شخصيتي، شخصيه الاهلي على الفريق اللي انا بلعب قدامه، ايا كان كنت بلاعب مين، اكسب اخسر مش مشكله، لكن العب لعبي اللي انا اعرفه، اعمل اللي عليا بشخصيه الاهلي. لكن النتيجه مش بتاعتك، النتيجه بتاعت ربنا. لكن التوفيق دايما بيحالف الرجاله. منعم وياسر النهارده يعني طلعوا كريم بنزيما من جيبكم حتى بعد الماتش، مش ممكن يعني بصراحه. يعني الله اكبر على الاثنين دول مع بعض. امام عاشور كويس، لكن في احسن من كده بكتير بكتير جدا. الامام عاشور اللي كان مع الزمالك كان هو وزيزو اللي شايلين الزمالك وكان بيخلصوا اي حاجه، فامام عاشور من احسن لاحسن، لكن في احسن من كده بكتير. النهارده الشناوي مفيش فريق بطل من غير حارس بطل، وبصراحه الشناوي يعني شايل الاهلي من زمان. تاو خط الصعيد العالمي بصراحه، يعني عالمي والله العظيم عالمي، ولكن ينقصه بس ايه؟ اللمسه اللي ناحيه الجون. مش شرط انك انت تروح وتقطم وتحاول تشوط، مش شرط انك وانت رايح بالكوره ناحيه الخط تطول في الكوره فيضغط عليك. حاول تشغل رجلك اليمين. تاو رجله اليمين ما تعرفش حاجه عن الكوره، لكن هو بصراحه يعني ده حلاب، يقدر يبقى حاجه كده في الهجوم عامل زي بركات، يقدر يخطف نفسه سريع ومهاري، وبيقدر يحول الفريق من خط الوسط، او ياخد الكوره من خط الوسط ويستلم الكوره من تحت، يقدر يطلع بالفريق لقدام، فيقدر يريح الدفاع ويريح خط الوسط وبيعمل ضغط عكسي على المنافس. انا ما توقعتش النهارده ان اتحاد جده يسيب الاهلي يحضر تحت. الاهلي عايز توقع الاهلي، اضغط على واحد زي ياسر ابراهيم، واضغط على واحد زي هاني، واضغط على واحد زي معلول، واضغط بس على مروان عطيه. لو ضغطت على واحد من دول انت خدت الماتش من الاهلي. الضغط المتقدم على الاهلي بيزعل الاهلي وبيخليه ما يعرفش يطلع بالكوره. في ناس لعيبه بتقدر تاخد السروهات زي حسين الشحات يعني حته ار2 كده اللي هي ايه، بسبوسه حلويات. حسين الشحات ومحمد هاني، يعني انا اتوقعي ان كولر بعد الماتش الجاي او بعد البطوله ما تخلص يشيلهم يحطهم في النيش ويطلعهم في كاس العالم اللي جاي. اللعيبه دي تقريبا ما بتلعبش غير في كاس العالم. محمد هاني الله اكبر النهارده بصراحه، يعني احسن ماتش شفته لمحمد هاني في تاريخه مع الاهلي. محمد هاني النهارده انا مش ببالغ بس انا بتفرج على كوره فبستمتع باللي اللعيب بيقدمه انا بشوفه بعينيا. فلما اللعيب يلعب كويس انت لازم تشكر في اللعيب وتديله حق. بالنسبه لكولر وقرايه الماتش، كولر اشتغل كويس جدا على اتحاد جده زي ما قلنا، وان المنافسه كلها كانت في خط النص والناحيه بتاعه بيرسي تاو. كولر كان عاملها شوارع في الشوط الاول، كان عاملها شوارع بجد، ودي كانت مريحه علي معلول الناحيه الثانيه. كانش بيقدر يعني كانش بيطلع في الهجوم كتير، فكان بيقدر يعمل الادوار الدفاعيه بتاعته كويس جدا. تفاصيل الماتش كانت مع كولر النهارده 100%. اللي بنى الماتش من اوله لاخره كولر، ولكن لو انت بنيت الماتش وما لقيتش اللي ينفذ اللي انت بنيته ده وينفذه بطريقه احترافيه وبطريقه كويسه جدا، يبقى انت ما عملتش حاجه. شابوه كل التقدير للعيبه النهارده اللي في ارض الملعب، اللي بتلعب في السعوديه وبتغلب فريق سعودي مدجج بنجوم، يعني نجوم من نجوم العالم. ان شاء الله الفتره الجايه اقدر ارجع تاني واقدر اكمل في الفيديوهات، وان شاء الله النصر لاخواننا ان شاء الله في فلسطين. بس كده، لو عجبتك الحلقه اضغط اللايك التمام للفيديو واشترك في القناه وخلي الكوره ليك.